معقولة بقى بنُص كيلو دي ب10 جنيه هنعمل وصفة من وصفات رمضان اللي مش هتبطّلي تعمليها وهتفرّزيها عندِك في الفريزر، وأحلى حاجة كمان إن هي بدون فرن وعلى البوتاجاز. اسمعي الفيديو بقى للآخر عشان هتنبهري بالنتيجة. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايكاتكم الحلوة وتشجيعكم ليّا، ويالّا نسمّي ونصلّي على رسول الله. أول حاجة كده أنا معايا نُص كيلو من الدقيق، هابتدي إن أنا أحطّه وأحط عليه معلقة كبيرة من الملح. هاحط هنا المَيّة بقى شوية بشوية كده، يعني مش هاحط المَيّة كلّها مرّة واحدة لأ، المَيّة ما لهاش مقدار بقى، إحنا بنحط المَيّة على حسب العجينة ما هتلِم معانا، والعجينة هنا بتكون لا هي بتلزق أوي ولا هي بتكون يابسة أوي، بُصّوا بتكون بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، بمجرد اللي إحنا لمينا العجينة معانا بنبتدي إن إحنا إيه، نفردها كده، نفردها بالطول. بعد كده نقطّعها كده على إيه، كِوَر صغنّنة، الكورة قد حجم مثلًا الليمونة الكبيرة كده. بنقطّعها على كِوَر بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبعد كده نسيبها تستريّح معانا. لو وصلتوا لغاية النقطة دي ما تنسوش بقى تذكروا الله وتصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كتير في الكومنتات، علشان إحنا الاتنين ناخد حسنات مع بعض. بس كده بنبتدي إن إحنا نكوّر كور العجين بتاعتنا بالشكل ده، وننعّمها كويس على إيدينا كده، وحاولي إيه، إن كل كورة تبقى حجم التانية كده، علشان تبقى مضبوطة معاكِ. بس كده. هابتدي بقى إن أنا إيه، أحطهم كده وأحط رشة بسيطة من الدقيق تحت كده تحتهم علشان ما يلزقوش، وبعد كده أغطي عليهم وأسيبهم بس 10 دقايق لمّا يستريحوا معايا عشان أعرف أفردهم. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدًا، باجيب هنا معلقتين من الزيت عليهم معلقة من الدقيق كبيرة كده، وبعدين باخلّطهم كويس مع بعض، ودي بقى الإيه، أنا محتاجاها هاوريها لكم دلوقتي محتاجاها في إيه. ده خليط اللي هو بنلزّق بيه العجين في بعضه. بُصّوا بالشكل ده، هنبتدي إن إحنا بعد ما خلّينا العجين يستريّح معانا، هنجيب أول كورة كده ونفردها بس على إيدينا من غير نشّابة أو أي حاجة، بصوابعنا كده أو كَف إيدينا الاتنين كده، ونبتدي إن إحنا نفردهم كل الكمية بتاعتنا دي، سريعة وبسيطة ومش هتاخد معاكِ وقت خالص. بس هنفرد بقى كل الكور بتاعتنا بالشكل ده، ونبتدي بقى نجيب خليط اللي إحنا عملناه اللي هو الزيت مع الدقيق وفرشة كده، ونبتدي إن إحنا نجيب أول كورة، وبين كل واحدة والتانية بنبتدي إن إحنا ندهن بالزيت والدقيق. بُصّوا أنا باعمل هنا 4 طبقات بس، والطبقة الأخيرة اللي أنا هاحطها مش باحط عليها حاجة، بس كده 4 طبقات حلو خالص لو أنتِ لسه مبتدئة وبتعملي كده، علشان تعرفي إن أنتِ يعني تعملي الحاجة كويس وما تبوظش معاكِ. 4 طبقات فوق بعض حلوين أوي. أول واحدة باعملها باركنها وأعمل غيرها. بُصّوا مسحة بسيطة كده بالفرشة بتاعتِك، وبعد كده باحط ال كل واحدة على التانية 4 وحدات كده، باسيبهم بقى على جنب شوية، باسيبهم برضه يستريحوا 10 دقايق علشان أعرف أفردهم كويس. بابتدي إن أنا أجيب أول واحدة عملتها وأحط دقيق تحت، ودقيق على الوش، حاجة بسيطة بس عشان ما تلزقش في النشابة بتاعتِك. بعد كده بافرد بقى الكرة بتاعتي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وما تخافيش هي مش هتلزق معاكِ ولا حاجة بعد كده في السِوَى، هتلاقي كل واحدة والتانية بتفصل عن بعضها وبتطلع بعد ما تستوي على النار. وكمان أحلى حاجة إن هي على البوتاجاز كده ومش هتاخد معاكِ وقت. طَب أنتِ بتعملي إيه يا أسما؟ أنا باعمل النهارده شوية رقاق طري هينفعِك أوي لإفطار رمضان إن شاء الله، للصواني بقى والعزومات إن شاء الله كده هينفعِك أوي، وزي ما شُفتوا بشوية دقيق ب10 جنيه هتقدري إن أنتِ تعملي أكتر من كذا واحدة من الرقاق الطري ده. بُصّوا بعد ما فردتها السمك اللي أنتم شايفينه ده على قد الحجم الصينية اللي أنتِ هتستخدميها، بتبتدي بقى إن أنتِ بعد ما تقلبيها على الناحية دي والناحية دي، لو إيدِك تستحمل الحرارة هتفصليها وهي على النار كده، لو مش هتستحملي الحرارة بتبتدي إن أنتِ بعد ما تسويها على الناحيتين هتطلّعي كل واحدة وتغطّيها كده، وبعد كده هنفصلهم مع بعض بعدين بعد ما نسوي كل الكمية بتاعتنا. بُصّوا أنا إيه باورّيكم كده بافصلها إزاي، بس لو مش هتستحملي الحرارة كده زي ما قُلت لِك بتسيبيها لمّا تبرد شوية، وتلاقيها بتفصل معاكِ بكل سهولة. بس أنتِ بتاخد تتشمّع من تحت ومن فوق، وتبتدي إن أنتِ إيه، بتسخّني الأول الطاسة بتاعتِك أو قصدي الصينية اللي أنتِ هتسوّي فيها، وبعد كده بتحطّي العجينة وتلاقيها بتفصل لوحدها كده. بس كده.
بُصّوا زي ما قُلت لكم أهوّة، أنا هنا علشان لو مش هتستحملي الحرارة بتاعتها، بتبتدي إن أنتِ تسوّيها وتحمّريها على الجنبين كده، وتطلّعيها على فوطة، وبعد ما يبردوا شوية تبتدي إن أنتِ تفصليهم عن بعض، هتلاقيهم بيتفصلوا معاكِ بكل سهولة، ما فيش أي مشكلة فيهم. عايزة أقول لِك والله ما خدوا معايا وقت ولا تعبوني في أي حاجة، مجرد إن أنا عملتهم كده على النار، بس كده، هي كانت خلصت معانا الوصفة بتاعتنا، وطلّعنا بشوية الدقيق بتوعنا ما شاء الله كل الكمية اللي أنتم شايفينها دي بشوية دقيق بس. عايزة أقول لِك بقى تنفع معاكِ يعني لو عملتِ منها كمية كبيرة وحطيتيها في الفريزر، هتعمل معاكِ كذا صينية بقى إن شاء الله لصواني رمضان اللي هي الرقاق باللحمة المفرومة هتحبيها أوي بجد، بدل ما تروحي تشتريه بقد كده من برّه، عملتيه في ثواني أنتِ بنفسِك. بُصّوا ما شاء الله خفيف إزاي، خفيف وما تحاوليش بقى إن أنتِ تكبّريه عن كده علشان تلاقي حجم الصينية بتاعته بنفس النظام. بُصّوا ما شاء الله طري، تمسكيه في إيدِك طري وتحفة، زي اللبان كده في إيدِك، مش ناشف ولا حاصل له أي حاجة، اعمليه بنفس الطريقة دي وفرّزيه في الفريزر عندِك وإن شاء الله يعجبِك. قولي لي بقى في الوصفة بتاعتي النهارده عجبتِك والّا لأ؟ قولي رأيِك علشان باحب أسمع رأيكم في الفيديو بتاعي، واستنوا مني كذا حلقة كده من وصفات وتفريزات رمضان إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين يا رب ويعود عليكم الأيام بالخير، وما تنسونيش بقى في لايك وشير مع أصحابكم وأشوفكم على خير، مع السلامة.